السلام عليكم، اهلا وسهلا اخوات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم كيكه ديال التفاح بالبرتقال، كتجي رائعه البنات. جربوها راه غتعجبكم ان شاء الله، كتجي اسفنجيه. يلا ندخلوا الكوزينه نتعرفوا على المقادير ديالها وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنايا البنات عندي الغرف اللي كنطحنوا فيه العصير، كندير فيه 3 ديال البيضات متوسطين، وكنزيد معاه رشيشه هكا خفيفه ديال الملحه، وكنزيد معاه كاس ديال السكر سنيده ناقص شي شويه ما عمرتوش، حيت باقي كنزينو بكونفيتير ديال المشماش، نقصت شي شويه تقريبا هكاك شي كاس قل ربع. المهم الا كنتو كتحبوا الحلاوه ديروا كاس، انا نقصت شي شويه. المهم خليته كيتطحن كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا هزيت واحد الاناء وكنحك فيه، وكنحك هذاك القشره ديال البرتقال. كنحكو في الحكاكه الرقيقه، القشره اللي كتكون برتقاليه وصافي او صافي البنات، ما تدخلوش في هذاك البيضه باش تعطينا النسمه. كيف ما كتشوفوا هاد الكيكه كتجي زوينه كيف ما قلت لكم بالبرتقال والتفاح. هنايا من بعد ما خلطت البيض مع السكر، كنزيد ليه كاس قل ربع ديال الزيت، كاس ما عامرش، كاس قل ربع ديال الزيت. وكنزيد علبه ديال الدانون ديال الفانيا، ياغورت ديال الفانيا بنكهه الفانيا. وكنزيد عليه كاس ديال البرتقال. عصرت البرتقال من بعد صفيته حتى تحصلت على الكاس. كان عندي انا تماك ناقص شويه الكاس، ولكن الا ناقص شويه ولا عامر ماشي مشكل، ممكن تعمروا له كاس ولا ينقص شي شويه منه. صافي كنردو عاوتاني يتخلط. صافي دابا كان من بعد ما تخلط، صافي كنكبو في هذاك الاناء اللي حكيت فيه القشره ديال البرتقال. صافي كنخلط هكا البنات، وغنزيد الدقيق الاول. كندير كاس الاول الكيسان باش كنعبر البنات، كنعبر بكاس ديال العنبه. صافي درت كاس الاول ديال الدقيق وانا كنغربلو، وكنزيد كاس الثاني. الدقيق البنات كندير دائما شويه بشويه، حيت الدقيق راه كيختلف البنات من الدقيق للدقيق، كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. المهم في الاول ديروا 2 كيسان، الكاس الاخر بقاو تضيفوا شويه بشويه. صافي هنايا انا الكاس الثالث زدت منه نص كاس، وغنشوف واش غنزيد ولا لا. كيف ما قلت لكم راه الدقيق كاين اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا كنوري لكم. هز معايا 2 كيسان ونص ديال الدقيق. صافي البنات هنايا كنزيد خميره الحلويات 15 غرام، هذيك الساشي فيه 10 غرام، ودابا كنزيد هذا كان فيه النص، يعني بالمجموع 15 غرام. البنات في المغرب يديروا جوج اكياس ديال خميره الحلويات، 8 غرام ولا 7 غرام. صافي من بعد كنزيد عليه ملعقه كبيره عامره ديال الخل، كنكبو فوق هذاك الخميره الحلويات، كيعطينا واحد الرغوه هكاك. هذاك الخميره كتفعل لينا، كتعطينا النتيجه احسن. ايوا صافي البنات وكنخلط. جربوا هاد الكيكه البنات راه غتعجبكم ان شاء الله. كنختلفوا هكاك في الكيكات مره اشنو كنديروا. المهم جربوا الوصفات اللي كنعطي لكم راهم ناجحين 100% البنات. هنايا البنات كان عندي هذا القالب انا درته في مربع، نتوما ديروا اللي حبيتو. ايوا صافي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق، حيت منه هذاك الزوائد ديال الدقيق، وكبيت فيه الخليط. وصافي دابا غنخليه جانبا، والفران عندي كيسخن، درته على 150 درجه من التحت. المهم ندير عليه نزينو هكا بالتفاح، عاد ندخلها الطيب. صافي عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال التفاح صغيورين، انا استعملت هنايا غير 2. نتوما الا كان عندكم تفاح كبير راه غتستعملوا غير 1.5 وصافي اللي غتهز لكم.
صافي البنات، الا كان عندكم تفاح الاحمر يكون احسن. انا ما كانش عندي متواجد هنايا، كان عندي غير هذا الصفر، ولكن انا كنقولها لكم البنات الا كان عندكم الاحمر يجي في المنظر حسن، يعطي له اللون هكا زوين. اما هاد الصفر كيبقى اللون ديالو فحال اللون ديال الكيكه، ما كيعطيش شي منظر هكا. المهم هذا الشيء اللي كان انا متوفر عندي. المهم وهو المقادير. اما التفاح راني قلتها لكم ديروا التفاح اللي كيكون احمر. صافي البنات كنستفو هكا من بعد ما قطعته هكا رقيق، قطع رقاق. كنستفو هكا كيف ما قلت لكم. ديروا الصينيه اللي حبيتو، ممكن دائريه، ممكن مستطيله، ممكن مربعه، على حساب خاطركم نتوما. وصافي هنايا هز ليا 3 ديال الصفوف كيف ما كتشوفوا. غيهز معكم كميه غير صغيره ديال التفاح. هنايا عندي السكر سنيده كنديرو على هذاك التفاح باش يتعسل لينا هكا في الفران. صافي البنات غندخلها الفران طيب على خاطرها كيف ما قلت لكم على 150 درجه من التحت، طيب غير بشويه عليها. صافي غير نشوفها تحمرات على الجناب وكنردها تحمر على الوجه ديالها. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا في الاول لما كنت كنسخن الفران درتو على 180 درجه يسخن مزيان. لما دخلت الكيكه كنقص كنهبط حتى ل 150 درجه باش طيب على خاطرها. شوفوا البنات كيفاش كتنفخ كطيب كتجي غزاله. المهم تحمر ليا مع الجوانب ونردها تحمر على الوجه ديالها. نخرجها وتشوفوها معايا. هنايا البنات من بعد ما خرجتها من الفران حيدتها من هذاك القالب، ودابا كنزينها بالكونفيتير ديال المشماش الوجه ديالها كامل باش يعطيني اللمعان. وفي نفس الوقت غنزينها بالكاوكاو، ولا زينوها باللوز مهرمش، ولا اللوز افيلي اللي متوفر عندكم البنات. انا غنزينها دابا تشوفوا معايا. نزينها بالكاوكاو، حمرته شويه في الفران من بعد هرمشته صافي كنزين به هاد الكيكه. علاش البنات قلت لكم ديروا التفاح اللي كيكون احمر؟ حيت كيعطيه واحد اللون زوين. اما التفاح الصفر كيجي يعني كيف ما كتشوفوا معايا ما كيعطيش شي لون هكا، كيجي اللون ديالو فحال الكيكه. فهمتي؟ راه هو باين، ولكن الا كان احمر يكون احسن. هتكونوا فهمتوني. المهم هذه هي الكيكه ديالنا كتجي رائعه اسفنجيه ما شاء الله. نقطع معكم واحد الطريف وتشوفوها من داخل كيفاش كتجي روعه. يا سلام. زوينه. جربوها وزعموا على المقادير ديالي يا البنات. راني كنحط لكم المصداقيه، يعني كل شيء يعني كل شيء كيخرج. هاد المقادير اللي عطيت لكم راني كنديرو في دار، يعني ديال الدار نيشان دوريجين. شوفوا البنات كيفاش كتجي الكيكه، كتجي ما شاء الله اسفنجيه. شوفوا البنات فحال القطن. هاد الصينيه اللي درت انا راه كبيره ما شاء الله. ممكن نتوما ديروا عاد الصينيه كبر منها الا بغيتو ما تجيكمش عاليه بزاف، ديروا الصينيه تكون كبيره على هذه. شوفوا البنات كيفاش كتجي فحال القطن وزوينه، فيها المذاق ديال البرتقال مع التفاح، رائعه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم تستفادوا منه. اخواتتي الا بغيتوا بارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. وحتى لهنا اخواتتي تسالى الفيديو ديال اليوم. غنخليكم في رعايه الله حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.